تخيل معايا إنك تقعد في آخر اليوم تعبان قوي، دماغك مليانة، وفي نفس الوقت قلبك تقيل عشان عارف إنك عملت كل حاجة إلا اللي إنت عايزه فعلا. إزاي يعني؟ لأنك قلت لنص الدنيا ونسيت إن لأ دي كلمة موجودة في قاموسك. النهاردة هنسأل سؤال صعب، إنت بتخاف من مين أكتر؟ خوفك من إزعاج الناس ولا خوفك من ضياع نفسك وسط رغباتهم هم؟ هو احنا ليه بنفضل ماشيين في دوامة الموافقة حتى لو كانت على حساب راحتنا؟ وليه بنحس بالذنب الشديد لو رفضنا طلب بسيط؟ والأهم، ازاي نخرج من السجن ده ونبقى أحرار في اختياراتنا من غير ما نحس إننا أنانيين أو سيئين؟ هنحكي مع بعض على مواقف حقيقية مضحكة وكمان مؤلمة، هنسمع رسائل من ناس عدت بالتجربة دي، وهنتعلم مع بعض 3 خطوات عملية هتغير طريقة تفكيرك في موضوع الرفض والإرضاء. خليني أقول لكم على حاجة، الحلقة دي ممكن تكون إجابة للسؤال اللي بتسأله لنفسك كل ما بتتعب: على إيه أنا بضحي كده؟ وسؤالنا الرئيسي: مين قال إني مضطر أعجب الناس كلها؟ مين قال؟ فيلا بينا نفتح الموضوع ده مع بعض. أهلا بيكم في بودكاست قلم حبر، أنا نرمين حكيم وجاي أقدم لكم سلسلتنا الجديدة مين قال. السلسلة دي هتسأل أسئلة بسيطة جدا لكن إجابتها ممكن تغير طريقة تفكيرك وحياتك. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك وشير الحلقة، ورأيكم مهم جدا بالنسبة لي. وقبل ما نبدأ عايزين نلعب لعبة صغيرة مع بعض. قولولي في بالكم شخص دلوقتي، شخص واحد، أي شخص، أب، أم، صديق، زميل شغل، حتى لو كان جارك اللي بتسلم عليه كل يوم. تخيل كده إنك قلتله لأ على طلب بسيط، مثلا مش قادر أجي النهاردة، أو مش حابب آكل كده، أو رأي مختلف معاك. عايزينك تتخيل ردة فعله. اللعبة دي مش عشان تعذبك، لكن عشان تفهمك إيه اللي بيحصل في دماغنا لما بنفكر في رفض الآخرين. عاملين كده ليه؟ عشان ده السبب الرئيسي وراء وهم إرضاء الجميع: الخوف من ردة الفعل. هقولكوا على حاجة مضحكة. في مرة من المرات شخص كان عايز يرفض دعوة حفلة عشان كان تعبان جدا، فقام بدل ما يقول مش هقدر قال هجرب اجي. بعدين فضل طول الليل قلقان يحضر ازاي وهو مش عايز يروح. فضل يقول كنت مستني اعمل حادثة بسيطة في العربية عشان ما يتقالش عليا اني ما التزمتش بوعدي. طبعا ضحكنا، بس ده بيدينا صورة واضحة. احنا بنعمل حاجات مضحكة عشان ما نواجهش الموقف. طيب ايه المشكلة في اننا نعجب الناس كلها؟ اولا، المشكلة ان الناس ما يعجبهاش العجب. وتاني حاجة، المشكلة اننا بنبني سجن من التوقعات اللي مستنيينها من اللي حوالينا ومش بنلاقيها. والفكرة ان كل شخص بيحطك في قالب معين هو عايزك تمشي فيه، وكل ما توافق على قالب تلاقي قالب تاني جه. ومش بس كده، ده للأسف بتوصل لمرحلة انك تتوه، ما تعرفش انت عايز ايه بجد، وبتكون دايما في حالة اعادة ضبط مصنع عشان تقدر تلائم كل الناس. والنتيجة إرهاق نفسي رهيب. جات لي رسالة من واحدة من متابعين البودكاست كانت بتقول: أنا في الشغل دايما ببقى سيدة التنظيم، بنظف المطبخ بعد ما الكل بيروح، بجهز القهوة، بأدي مهام مش بتاعتي، لحد ما في يوم من الأيام تعبت وقعدت في البيت. جالي رسايل مين هينظف النهاردة، ومحدش سأل انت ازيك، طمنينا عليكي. حست وقتها انها ما كانتش ليها قيمة كإنسانة، لكنها قالت خدمات وبس. وحست ساعتها ان هي اللي خلت الناس تتعامل معاها كده، بالموافقة الدايمة ليهم. بحب اشكرك على المشاركة دي يا رحمة، وكلامك مهم جدا، لان احنا احيانا بنحس ان الموافقة الدايمة هتخلي الناس تحبنا اكتر، لكن للأسف العكس بيحصل. الناس بتبتدي تاخدنا كأمر مسلم بيه. طيب ازاي نبدأ نغير ده؟
أول خطوة، حدد اللي هتخسره لو وافقت. قبل ما توافق على أي طلب اسأل نفسك، الموافقة دي هتاخد من إيه؟ من وقت عيلتي؟ من طاقتي النفسية؟ من مشروع أنا عايزه؟ لو الإجابة يبقى حقك الطبيعي إنك ترفض. تاني خطوة، درب على الرفض بلطف. مش لازم تقول أنا مش عايز بصوت خشن كده، تقدر تقول أنا آسف بس ظروفي ما تسمحش النهاردة، أو شكرا إنك فكرت فيا لكن مش هقدر دلوقتي. تالت خطوة، توقع ردود الفعل. مش كل الناس هتفهم على طول، ممكن يزعلوا، لكن ده مش معناه إنك غلطان. هم اتعودوا على النسخة القديمة منك، النسخة الجديدة محتاجة وقت عشان يتعرفوا عليها. في الآخر الموضوع مش إنك تبقى سيء أو أناني، بالعكس، الموضوع عن إنك تبقى شخص صادق مع نفسه، إنك تحب الناس من قلب حر مش قلب مرهق وخايف يزعلهم طول الوقت، إنك تقدم المساحة لغيرك برضو إنهم يعرفوا إزاي يرفضوا من غير ما يخافوا منك. فكر فيها كده، إزاي تبقى صاحب كويس لغيرك وكمان صاحب لنفسك. عايزة منكم حاجة من النهاردة، إنكم تاخدوا التحدي الصغير ده معانا. قولوا لأ على حاجة واحدة خلال الأسبوع ده، حاجة بسيطة مش هتأثر على حياتك بس هتخليك تحس بإحساس التحكم في قرارك. وخلونا نعرف تجربتك في خلال التعليقات أو على رسائل صفحتنا على السوشيال ميديا. وما تنسوش إنك تعجب الناس كلها ده هدف مستحيل، لكن إنك تحترم نفسك وتحبها ده إنجاز يستاهل. شكرا لكم إنكم معايا النهاردة، ولو حد تعرفوه بيعاني من إدمان إرضاء الناس شاركوا معايا الحلقة دي وطمنوه إنه مش لوحده. نتكلم قريب في حلقة جديدة ونتعلم سوا إزاي نعيش بحرية أكتر في سلسلة مين قال. كانت معكم نرمين حكيم، وده بودكاست قلم حبر. استنوني في الحلقات الجاية.